وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد. لقاء اللي غادي نتكلموا فيه دائما على أخبار نادي الوداد وآخر الأخبار وآخر التطورات. الوداد اللي لازال يعسكر بمدينة الجديدة، معسكر كما قلت لي من خلاله غيحاول بنظرتي أنه يعيد كما كيقولوا العمل، ويعيد الوداد إلى سكة إن شاء الله اللي معروف عليه سكة الانتصارات. لان باش نكون واضحين اول مره بنظرتي غادي يخدم مع الوداد هذه السنه بعد ما جاء ولقى الوداد ديجا داخل في منافسات، ديجا داخل في مشاكل. فعلى الاقل بعد هنا معسكر اللي غيكون تحت الامره ديالو، حتى اللاعبين غيكونوا لاعبين اللي هو غادي يختارهم شكون اللي غادي يكون معاه في المعسكر. وكما قلت سابقا فمجموعه من اللاعبين اللي طالب بنظرتي بالرحيل ديالهم، وفعلا مجموعه منهم اللي شناهم رحلوا. كان لاعب باعوش، كما قلت لاعب باعوش اللي انتقل للكوكب المراكشي، اللاعب الركراكي اللي انتقل للدوري المولدوفي، لاعبين لاعبين اخرين كالمترجي اللي مشى للدوري البحريني، كذلك الحارس ياسين يانيس اللي مشى للشباب، اللي مشى لراشد البرنوسي، اللاعب حناش اللي مشى لاتحاد توارقه، وزولا اللي كما كيقولوا زولا فبين بانه فعلا لاعب بصراحه، بكل صراحه انسان كما قلت لطفو، كاين لاعب وكاين انسان، واللي بين الحب ديالو لهذا النادي. زولا اللي فسخ بدون اي مشاكل تذكر، عكس اللاعب سامبو اللي الاخبار كتقول بانه لازال يطلب تقريبا 400 مليون، او يطلب كانه لعب مع الوداد وكانه سجل وكانه بيصير الحق. احنا ما كنهضروش على الحق ديال اي لاعب انه ياخذ المسائل ديالو، ولكن كنشوف غير مقارنه مع القيمه ديالو، العطاء ديالو، حشومه انها تعطيك فرصه وما سجلتي حتى شي هدف، واصبحت عالة على الفريق وكطالب بمبلغ كبير باش تفسخ العقد ديالك. فلو انك كتحترم نفسك كان يمكن انت تحترم نفسك وتخرج كما كيقولوا من الباب الكبير. كما قلت بالنسبه للاعبين اخرين الحتيمي والهباش بنسبه كبيره انهم مستمرين مع الوداد، ويمكن الهباش تعطاه فرصه ان شاء الله في المقابلات الاياب او في النصف الثاني. ولما لا نشوفوا مهاجم مغربي من طراز كبير، ولما لا تكون هي فرصه وصفقه للوداد اللي يستافد منها الوداد ويهنيه من هذه المشاكل ديال البحث عن مهاجمين محترفين ولاعبين اخرين اللي كيكلفوا خزينه النادي اموال طائله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.